بيكم. انا معاكم النهارده علشان هنتكلم عن اضطراب طيف التوحد اوتيزم سبيكتروم. طبعا كل اب وكل ام بيحبوا ان يشوفوا اولادهم بصحه جيده وبينمو نمو طبيعي وسلوكهم سلوك عادي جدا زي كل الاطفال، ولكن لما بيلاحظوا او بيشوفوا سلوك غير مرغوب فيه وغير مقبول بيبدأ الاب والام يقلقوا وبيسألوا هو ده السلوك الطبيعي في السن ده، ولا الطفل ده محتاج لاي تدخل او مضطرب باي اضطراب. النهاردة هنتكلم عن أعراض التوحد، وهنتكلم عن أسباب التوحد، وهنتكلم عن طرق التدخل العلاجي. قبل ما نتكلم عن الأعراض وعن الأسباب وعن طرق التدخل، عايزين ناخد فكرة كده هو ايه التوحد ده، ومن امتى ومن كام سنة نقول ان الطفل ده مضطرب اضطراب توحد، وهل سلوكه بيظهر وهو صغير ولا وهو كبير، وهل التوحد اضطراب التوحد ده هل هو درجة معينة ولا في درجات للتوحد، وهل التوحد ده بيستمر مع الطفل او مع الشخص لحد ما يكبر. النهارده هنتكلم عن كل ده ولكن بطريقه مختصره جدا، لان طبعا لو اتكلمنا عن التوحد هنلاقي كلام كتير جدا. فهنتكلم النهارده بصوره كده يعني مختصره خالص يعني عن التوحد. اول حاجه عشان نعرف التوحد هو ايه، ده هو خلل بيصيب الطفل في اول ال3 سنين من عمره. يبقى اول حاجه ان التوحد بيظهر في اول 3 سنين من عمر الطفل. بعد كده بنلاقي كسور في المهارات الاجتماعية والحركية واللغوية وكمان المعرفية. كده يبقى احنا عرفنا نبذة مختصرة عن التوحد. عشان نتكلم عن الأعراض، عندنا أكتر من عرض لمرض التوحد. أول حاجة عندنا في الأعراض هو عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين. عندنا مضطرب التوحد هو ما بيعرفش يكون علاقات وما بيعرفش يكون أصدقاء عشان يلعب معاهم. يعني لو قاعد في حضانة أو قاعد في مدرسة هو ما بيعرفش يكون أصدقاء عشان يقعد يلعب معاهم. هو دايما منطوي مع نفسه وبيلعب نفس اللعب اللي لعبها امبارح مع نفسه. تاني حاجة هو بيتعامل مع الأجزاء وكأنها منفصلة. يعني مثلا انت بتيجي تديله مثلا بونبوني بإيدك، فهو بيمسك صوابعك ويلعب بيها وكأنها شيء منفصل، ما بينتبهش خالص ان في ايدك دي في بونبوني. او مثلا ينفذ الكلمات حرفيا. يعني مثلا قلت له ايه، اطلع وخد الباب في ايدك، فهو يقف ويقول لك انا عاوز اخد الباب عشان نمشي مع بعض. ما بيفهمش، ما بيدركش ان انت بتقول له لا انت تطلع وتقفل الباب وراك، لا هو انت قلت له اطلع وخد الباب في ايدك، فهو يقف مستني انه ياخد الباب ويمشي. تالت حاجة عندنا هو اللعب التخيلي عند الطفل. طفل التوحد أو مضطرب التوحد بيبقى دايما في لعبه ألعاب تخيلية، زي إيه؟ زي مثلا يلعب بالعصاية وكأن العصاية دي حصان، يركبه ويمشي معاه ويكلمه ويبقى عايز يأكله ويشربه، هو بيتعامل معاه على إنه فعلا حصان. والبنت تتعامل مع الدمية أو العروسة الصغنونة على إنها فعلا بني آدمة صغيرة بتلعب معاها وتشربها وتلبسها وتقعد تتكلم معاها وكأنها فعلا بني آدمة بتسمعها، ما بتتعاملش معاها كأنها دمية. رابع حاجة عندنا وهي عدم القدرة على التواصل البصري. مريض التوحد او مضطرب التوحد لما بتيجي تتواصل معاه بصريا، يعني انت مثلا بتيجي تكلمه كده هو ما بيعرفش يبص لك وانت بتكلمه، تلاقي دايما هو بيكلم نفسه، بيقعد يتكلم معاك ويرد عليك هو كده. يا اما مثلا بيتكلمه هو عمال يبص فوق ويبص هنا ويبص هنا، هو مش مركز معاك، هو ما بيعرفش يتواصل تواصل بصريا. كمان ما بيعرفش عدم القدرة على التواصل السمعي. كمان لو انت قعدت تناديله يا احمد يا محمود يا محمد يا سلمى، كل ما يعني انت بتناديله باسمه هو ما بيستجيبش معاك، رغم ان هو ما عندوش مشكلة في السمع ولا عنده مشكلة في البصر. هو ما بيتواصلش، ما عندوش القدرة على التواصل لا السمعي ولا البصري. كمان ما عندوش القدرة على التواصل اللفظي، ان هو مثلا يقعد يتكلم معاك ويقول لك ان انا عاوز اشرب، او ان انا عايزه اروح المرجحة، او ان انا عايزه العب. يعني انت خدته النهارده الملاهي ولعبته، هو النهارده راح ركب الزحليقه اللي هي كان لونها اخضر، فلما يرجع البيت هو مش هيقول لك انا عايز اروح الملاهي عشان اركب الزحليقه، هو يقول لك انا عاوزه اركب الاخضر. او ان انا مثلا انت بتجيب له التفاح والتفاح بيعمل صوت وهو بياكله، فلما يجي يقول لك انا عايز اكل هو يقول لك انا عايز اكل ها. يعني هو بتخيلاته وهو بيتكلم معاك ما بيعرفش يعبر لفظيا عن الحاجه اللي هو عاوزها. رقم 6 معانا وهي عدم التجاوب العاطفي. الطفل المضطرب اضطراب التوحد ما بيحبش لا اللمس ولا بيحب الاحضان.
لو لاحظ ان في حد جاي يحضنه او جاي يلمسه، مثلا صاحب باباه جاي هيسلم عليه او يحضنه، بيروح واخد جنب مع نفسه وينكمش مع نفسه كده علشان ما يتحضنش او يتلمس. كمان ما عندوش القدره على التعبير عن مشاعر. يعني مثلا لو جه باباه يقول له ان انا بحبك، او مامته بتقول له ان انا بحبك، هو ما بيعرفش يعني ايه كلمه بحبك، لانه ما بيعرفش يعبر عن المشاعر، ما عندوش القدره على التجاوب المشاعر. ما بيعرفش يقولك انا بحب التفاح، انا بحب اكل كذا، انا بحب اروح عند تيتا. هو ما بيعرفش يعبر عن المشاعر وعن الحب. رقم 7 وهي النمطية أو السلوك النمطي. الطفل المضطرب باضطراب التوحد عنده سلوك نمطي متكرر. زي ايه؟ زي مثلا حركات الجسم المتكررة. هو بيشوف المروحة بتلف، فهو خد سلوك ان هو يقعد طول النهار يلف، ما بيغيرش السلوك ده الا اذا كان حد مسكه ووجهه لحاجة تانية، او ان هو يقعد يرفرف بايده، او ان هو يقعد يهز كده بجسمه. السلوك النمطي والمتكرر عند الطفل المضطرب اضطراب التوحد ده بيستمر معاه ممكن اليوم كله او اليومين او الاسبوع، بيفضل بيكرر نفس السلوك او نفس الحركات. زي المروحه اللي بتلف بيقعد يدور او يهز ايده او يقعد يرفرف بايديه، ان هو بيقعد يكرر نفس السلوك ده لحد ما حد ياخده ويوجهه للعبه تانية او سلوك تاني. لكن لو سبته ممكن يقعد طول النهار في نفس الحركات، في نفس السلوك النمطي المتكرر. كمان المضطرب اضطراب التوحد لو لقط كلمة من ابوه بيتكلم في التليفون، او امه قالت كلمة، او بيتفرج على اعلان وسمع كلمة، بيفضل يعيد ويزيد فيها طول النهار. وليكن مثلا بابا بيتكلم حد في التليفون فبقول له ان انا هتاخر، هيفضل طول النهار يقول انا هتاخر انا هتاخر انا هتاخر، يفضل يعيد ويزيد في نفس الكلام لحد ما يلقط كلمة كمان. كمان في بعض السلوكيات احنا ممكن نلاحظها على الطفل المضطرب اضطراب التوحد. زي ايه؟ زي ان احنا بنشوف دايما وهو ماشي بيمشي على صوابع رجليه، او ان هو يقعد يقشر في البهية بتاع الحيط، ولو سبته هو ممكن يخلص الحيط كلها، وبيقعد يقشر. هو بالنسبة له ده سلوك نمطي متكرر، بيقعد يقشر يقعد يقشر. بالإضافة إلى سلوك الإيذاء الجسدي عند الطفل المضطرب اضطراب التوحد. هنلاحظ إن الطفل المضطرب اضطراب التوحد لما يدخل في نوبات صراخ بدون أي داعي بيفضل يخبط دماغه في الحيط لدرجة إن دماغه ممكن تتعور، وإن هو ممكن يتأذي بدون ما يشعر، أو يعض إيده بوحشية جامدة، أو إن هو يعض شفايفه، أو يطلع فوق حاجة عالية ويرمي نفسه. كل ده سلوك إيذاء جسدي للطفل، وهو مبقاش حاسس باللي هو بيعمله. قبل ما نتكلم بقى عن الأسباب اضطراب التوحد، عايزين نقول إن الأعراض اضطراب التوحد دي كلها مش شرط إن هي تكون عند طفل واحد، ولكن بتبقى عند أطفال وأطفال لأ. يعني ممكن نلاقي عرض واحد عند طفل شديد وأعراض تانية عند طفل خفيفة. فلأن المضطرب اضطراب التوحد بتتراوح ما بين اضطراب بسيط واضطراب متوسط واضطراب شديد. نيجي نتكلم عن اسباب اضطراب التوحد. عندنا سببين، يا اما اسباب وراثيه يا اما اسباب بيئيه. السبب الوراثي هي بترجع ان الاب والام يا اما عندهم توحد، يا اما عندهم متلازمه اسبرجر، يا اما عندهم اضطراب الطفوله الغير محدده. يعني احنا لو لاحظنا ان الطفل المضطرب اضطراب التوحد لو بصينا لاخواته هنلاقي ان في حد من اخواته عنده اي نوع من انواع الثلاثه، لا اما متلازمه اسبرجر، يا اما عنده توحد زيه، يا اما عنده اضطراب الطفوله المحدده لانهم الغير محدده. ليه؟ لانهم كلهم نفس الاعراض التوحد. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي الأسباب البيئية. الأسباب البيئية بترجع إن الأم أثناء الحمل بتكون أم مدخنة، يا إما تعرضت للإشعاع، يا إما تعرضت للكيماوي، أو اتصابت بفيروس وأخدت بعض العقاقير، أو ممكن تكون أثناء الولادة كان في نقص في الأكسجين، أو إن الطفل بعد ما اتولد كان في مشكلة في التطعيم. بعد كده هنتكلم عن طرق التدخل العلاجي. قبل ما نتكلم عن طرق التدخل العلاجي هنقول ان لو الافضل ان كل ما كان التدخل مبكرا كان افضل للطفل، وان الطفل ممكن يتحسن ل100% ويبقى طفل طبيعي وبيدخل المدارس وبيندمج مع الاطفال العاديين. بس الاهم ان احنا نتدخل مبكرا في اول 3 سنين من عمر الطفل. اول حاجة التدخل المعرفي السلوكي، وده بيكون تحت متخصص نفسي، بالإضافة إلى 3 أو 4 جلسات شهريا لتنمية المهارات اللغوية. وبكده هنكون خلصنا اضطراب التوحد. مع السلامة.